ايه ده يا ابني؟ انت لسه ما لبستش؟ اتفضل انت، انا ورايا شغل الليله دي. حبكت يعني؟ هتناقش الدكتوراه بكره؟ دي البت ساميه عازمه شويه بنات. انت عارف انا ماليش في الجو ده، وفي محاضرتين مهمين لازم انقلهم الليله دي. طب خليك انت في محاضراتك وانا طالع بقى للمحاضرات بتاعتي. انت فين يا سهير؟ يعني متوصيه قوي بعيد ميلاد سامي. اخت عليك يا سهير، هو في فرق بينك وبين اختك؟ ما هو باين من التعليق والاكل والهيصه. اعمل لك ايه اذا كنت اتولدتي في اخر الشهر وساميه اتولدت في اوله؟ طب وش معنى انا ما خلفتنيش في اول الشهر؟ والنبي انت فايقه وانا مش رايقالك. خدي ودي الطبق ده جوه بسرعه. مساء الخير يا سهير، معلش اتاخرت عليك شويه. لا ابدا، بس قلقنا عليك. اسمعي ايه؟ تعال حاسبي. ايه ده يا استاذ؟ انت مرفوض، مفيش دروس خصوصيه بعد النهارده. ايه عيد ميلادي بقى؟ اهلا يا استاذ كمال. اهلا بيك يا عمي، اهلا بيك. ابي كمان اينشتاين زمان، وان شاء الله على ايديه هروح في داهيه. قصدي هجيب اكبر مجموعه في الرياضه. كويسه دي؟ والله. يلا صور بقى. دي كمان بص. يا هادي افتحي عينيك. ودي كمان صورة انا وبابا وماما. استنى بس هقولك على شوية صور. راح فين يا سيدي؟ مش تيجي تنظف مطرح ما طفحت؟ البركه فيك يا ابو علي، ان شاء الله هتاخد الدكتوراه. قول يا رب. يا ابني انا سري باتع، بدعي لك ليل نهار، بس انت شد حيلك ونظف الشقه. السلام عليكم. ايوه بس كل ده يا رب تنجح يا حسن، يا رب تنجح يا حسن، يا رب تنجح يا حسن. بقى يا مامتي. باي باي. سلام يا حبيبتي. صباح الخير يا استاذ حسن. صباح الخير. ابي كمان نزل؟ ايوه لسه نازل. طب وحياتك تقول له ما ينساش صور عيد ميلادي. ها؟ حاضر. باي باي. باي باي. رايحه فين يا سهير؟ ما تنضفي البيت الاول. لما ارجع. انس سهير. صباح الخير يا انس سهير. صباح الخير. انا حضرت لك الكتاب اللي طلبتيه من كمال. متشكره قوي. خليه لما ارجع، ولا ابعته مع الاستاذ كمال. بقول ايه؟ انت برضه مش ناويه تقدمي في الجامعه؟ مفيش وقت، كفايه عليا شغل البيت. خساره، انت عليتك كويسه قوي. متشكره، عن اذنك. شوف طبخين ايه. لما نحط الاكل هتعرفي. طب ادوقه. تعالي هنا. تعالي هنا. مفيش غدا الا لما يجي بابا. اسم يا ماما. يا ماما. ماما. يوه، ايه يا بنات الزعيق ده؟ جرالكوا ايه؟ البنت دي لو ما لمتش لسانها يعني هتعملي ايه؟ وبعدين معاكي انت وهي، انتوا ما بتبطلوش نقار ابدا. يعني شايفاها بتشتمني واسكت؟ يعني هتعملي ايه؟ اهو ابوكوا زمانه جاي يعرف شغله معاكم.
قمر تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفوتني معاه وتمشي لا حس ولا خاف يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر الله يقصف عمر الحب وعمر البلسات رجال. السلام عليكم. يا سلام، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش في الحمام وانت بقول سلام عليكم. ايه ده؟ ايه اللي جابك يا سيدي؟ جاي استلف منك 5 جنيه. 5 ايه؟ 5 جنيه. ليه بقى؟ عايز اجيب الصور لسامية والحالة زي ما انت عارف. ايه؟ اسمع، ايه؟ مفيش غير 2 جنيه. زي بعض. هات 2 جنيه بس. معلش. 1 2. وريني الفكة كده. وريني. عظيم. كفاية عليك شيلن. ايه؟ شيلن؟ عيب عيب يا ولد. سلام عليكم. اتفضلي. الله ايه رأيك؟ حلوين قوي. عقبال كده صور فرح. ميرسي. بس مش هتطلع حلوة زي دي ليه؟ عشان مش هو اللي هيصورها. سعدية ايوه يا ست سامية. يا سعدية استني. ايه ده؟ ايه الشيخة دي؟ رحنا بلاش يا ست سهير، رحنا بلاش. كنت عايزة حاجة يا ست سهير؟ لا مفيش. ايه السخن؟ وريني كده. ايه؟ ياي تهبل. شوفي دي كمان. لا دي بقى تجنن. ودي. لا دي بقى تلحس. شوفي دي بقى. لا دي بقى وحشة. طب شوفي دي. الله يختي عليها قمر يا ماما شبهي طلعالي. لا امال فين سهير؟ سهير؟ سهير ما طلعتش في صور كتير. لازم كانت مكسوفة. طب بطلي غلبة وروحي ذاكري بقى. اما لك عندي حتة مفاجأة. خير؟ مسألة جبر كل الفصل غلب فيها. قلت مفيش غير ابي كمال هو اللي هيحلها. ابي؟ ابي دي بتكبرني قوي. يعني عايزني اقول لك كمال كده حف؟ ايه عيب. قولي له يا استاذ كمال. استاذ ده ايه؟ هيبقى مدرس رسمي ويكشر؟ انا ما احبش المدرسين الرسميين، دمهم تقيل مش كده؟ وبعدين معاك يا بنت. معلش، سامية بتحب تهزر. انا بحب اهزر. استنى لما اجيب لك الكتاب. استناني على نار. البنت دي خدت عليك قوي. مش كفايه بتتعبك في شرح الدروس؟ ابدا يا عمي، دي حاجة. لا بقى تعالى نذاكر جوه. يلا تعالى عايز تعالى 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 اقعد. شوف بقى يا ضنايا، ضنايا؟ لو ما عرفتش تحلها هرجع اقول لك يا ابي. وريني يا ستي. اهي في الحته دي كده. هنا. ها صعبة ها؟ بيضة. بيضة بيضة بيضة. مش بقول لك؟ مني فين يا تعالي. مني فين؟ حاسب الناس. احنا مالنا ومال الناس؟ اللي يحب ما يخافش. برضه لازم تخاف على سمعتي. اللي يشوفنا يقول عليا ايه؟ يقولوا عليكي اجمل واشيك وارق واحدة في الدنيا. بتحبني بصحيح يا كمال؟ الظاهر لازم ارد عليك عملي. هتعمل ايه يا مجنون؟
هقفل بقك عشان تبطلي كلام. احنا لسه قعدنا. معلش لحسن ماما تقلق عليا. طيب هشوفك امتى؟ يعني لازم تشوفني؟ طبعا. خلاص لما تحب تشوفني هتلاقيني هنا تحت الشجرة دي. هذا العصر الفرعوني الحديث نوعا مشابها لنظام الضوطة، فكانت الزوجة تساهم ببعض مالها وتضمه إلى مال زوجها. زوجها. أي. ايه كتبتي؟ كتبت. نسمع بقى. وعند دخول التتار. تتار ايه يا حاجة؟ ايه عايزة حاجة يا سهير؟ نحن هنا. إذا كنتوا عايزين تقولوا حاجة لبعض قولوها عادي جدا. اتفضلوا. بذمتي البت دي مش طبيعية. خلينا احنا في الدرس. أنا فاهماها كويس وعارفة هي دخلت علينا ليه. غيرانة. من ايه؟ صعبان عليها ان انا بذاكر وانجح وهي خابت وقعدت في البيت. والله. وعند دخول التتار. تتار ايه؟ ونلمح في هذا العصر. عارف لو ما كنتش نمت النهارده كنت هعمل ايه؟ وانا كنت هعرف ازاي انك جاي؟ زمان كنت بتبصلي افهم على طول انك بتقولي تعالي قابليني. وايه اللي اتغير يا سهير؟ يعني انت مش عارف؟ انت هتغيري من اختك؟ ايه اللي خلاك تطبطب على رجلها؟ انت بتهمك الحاجات الصغيره دي، وماله لما تطبطب على رجلها؟ وماله؟ ايوه وماله، بطيب خاطرها، بشجعها على المذاكره. نعم. ايوه بشجعها على المذاكره، تمام زي العيل الصغير لما نقعد نطبطب عليه ونداديه عشان يسمع كلامنا ويذاكر. نفسي اصدقك. لو كنت بتحبيني بصحيح لازم تصدقي كل كلمه اقولها. سهير لازم يكون عندك ثقه في نفسك. انت حاجه وكل البنات حاجه تانية. اول ما تروحي بصي لعينيكي في المرايه، بصي لوشك، بصي لصدرك، بصي لأوامر، بصي لنفسك، كلك على بعضك تلاقي أجمل واحدة في الدنيا. هتلاقي سهير. سهير ايه ده؟ انت لسه ما قلعتيش؟ روحي حضري الغدا، اختك وابوكي زمانهم جايين. حاضر يا ماما.
سامية تعالي. ايه عايزين؟ كانت هنا. كانت هنا. كانت بتعمل ايه؟ كانت بتسألني عن حاجة في دروسها. وما استنيتش لحد ما تطلع لها ليه؟ يوه يا ابني ما تعقدهاش، سيبني في حالي. انا مش عارف اعمل ايه. في ايه؟ تصور الاتنين بيحبوني، سهير وسامية. سهير؟ ايوه سهير. مش معقول. مش معقول ليه؟ انت متأكد؟ الا متأكد اذا كانت لسه مقابلاني. انت لازم تحدد موقفك، لازم تختار. انا قلبي اختار سامية، لكن اعمل ايه مع سهير اللي بتحبني؟ يعني ناوي تلعب بيهم؟ دي سفالة وقلة أدب. الله يسامحك. خلاص، كل واحد يختار الطريق اللي يعجبه. تعجبني. خليك في الدكتوراه بتاعتك. يا خسارة، ما كنتش اتصور ان سهير تعمل كده ابدا. انت ما عندكش فكرة عن الدنيا. زي ما بتقرأ اخر نظريات في العلم، لازم تعرف اخر نظريات في الحب. عاوزين حاجة تانية؟ متشكرين قوي يا سهير، نتعب لك في الافراح. ممكن كوباية مية من فضلك؟ حاضر. انت مش لسه شارب؟ لازم تتعبها معاك. هي المية عندكم بفلوس ولا ايه؟ ولكن الامر كان مختلفا صحيح، بالنسبة صحيح. الى عادات النام وتقاليد. ما تيجي بقى يا سهير، الفيلم هيفوتك. حاضر يا بابا، هجيب ميه للاستاذ كمال. امتى بقى نشوفها في بيت جوزها؟ ربنا يبعت لها ابن الحلال. الواد كمال ده كويس قوي. باين عليه حاطط عينه على سامية. هتجوز الصغيره قبل الكبيره.
يا اخويا انت شايفه خطبها، ربنا يجعله من نصيب واحدة منهم والسلام. السلام عليكم. ما تيجي تتفرج على الفيلم معانا؟ معلش ورايا شغل لازم اخلصه الليله. تصبحوا على خير. وانت من اهلك. تصبحي على خير. وانت من اهله. تصبحي على خير. انت من اهله. حسن. حلو. امال عامل لي شيخ ليه؟ بتخمني حضرتك؟ سامية، سامية، عندي لكم خبر مهم جدا. خير. جمال كامل ماله؟ هيوصل بكره مصر. هيقعد قد ايه؟ بيقول يوم واحد وبعد كده هيسافر على باريس. وحشني موت انكل جمال. ما قلتليش هتقعد قد ايه في باريس؟ حوالي شهرين. يبقى هتنسى تجيب لي الفوستيج. اقول لك اشتري اول ما توصل. ده الواحد ينسى نفسه في باريس. الا طلبات سامية ما انساهاش ابدا. يا اخويا كفايه، هو انت بتجيب لهم قليل؟ ده انت كل سفريه بتغرقهم هدايا. وبيغرقنا احنا كمان. كله من خيرك يا حسان. انا ما انساش انك كنت سبب في سفر الكويت. انا سفرتك صحيح، لكن شطارتك هي اللي خلتك تنجح. ربنا يزيدك من نعيمه. يعني سهير ما تتكلمش. انت مش عاوزه حاجه يا سهير؟ اقول لك يا انكل هي عايزه ايه؟ عايزه عريس. هو انت هتشتغل لهم خطبه كمان؟ قوم استريح لك شويه، زمانك تعبان من السفر. لا يبقى يستريح في باريس. خليك قاعد معايا. لا انا عايز انام شويه، وبالليل ليك عليا سهرك سهره حلوه. على شرط ترقص معايا. وانتي بقى ترقصي مع باباكي يا حلوه. لا انا تعبانه مش هقدر اسهر معاكم. وتعالى تعال. انا طالع فوق. مع السلامة. ما عندكش كتاب اديه لسهير؟ لا يا سيدي، ايه ده، انت غضبت عليها هي كمان؟ ما دام اتلميت عليها عمرها ما هتقرا. ايه بقى؟ قصدك تقول ان انا جاهل؟ العفو. هي مزايا كتير اتخرجوا من الجامعة. يا خساره، مش فضيلك لو حد سأل عليا انا فوق، فاهم؟ وما تلعبش بديلك كده ولا كده، واقعد ذاكر خليك شاطر. ايه؟ السلام عليكم. مع السلامة. بس يا ولد اخلص. انا جاي.
تحترم الناس اللي فتحوا لك بيتهم وامنوك على اعراض بناتهم. ايه لازمه الكلام ده؟ انت بتتكلم على ايه؟ ما تحاولش تصعبط يا كمال. تقدر تقول لي الرجه من ايه؟ ها؟ ايه اللي كان بيحصل بينك وبين سهير؟ اعمل ايه غصب عني؟ البت زي لقطه القشطه يا جدع. يا كمال اسمع نصيحتي. افرض حد شافك ولا سمعك من الجيران وراح بلغ اهلك، كان يبقى موقفك ايه؟ وموقفي انا كمان ايه؟ انت واخد الحكايه جد كده ليه؟ ثم انت ايه دخلك في الموضوع؟ كل واحد مسؤول عن نفسه يا اخ. اتفقنا؟ حبيبي كمال، لقد تأثرت كثيرا بما فعلته معي، وبكيت كثيرا جدا جدا بعد انصرافك. لم أتوقع أن تفعل ذلك أبدا، ولكني مع ذلك مسامحاك. أنا بحبك يا كمال. أما فاتتك حتة سهرة ايه وس. ايه مالك؟ ولا حاجة. كمال جه؟ ايوه. قلتي له يجي بكرة؟ ضروري هيجي. طب تصبحي على خير. صباح الخير يا سراي. صباح النور. ايه ده؟ مستحيل. في ايه؟ سقوط طائرة الركاب المتجهة لباريس امس. سقطت في الساعة 2 بعد ظهر امس الطائرة المتجهة لباريس، وقد لقى جميع الركاب حتفهم فوق البحر الابيض. اهلا وسهلا. حضرتك بعتلي؟ ايوه. خير ان شاء الله. خير. اطمن، انا محامي المرحوم جمال كامل في مصر. الله يرحمه. المرحوم جمال ملوش ورثه، وكان خايف يموت بأزمة قلبية، لكن ربنا افتكره في حادثة طيارة. الأعمار بيد الله. عشان كده قبل ما يموت كتب كل ثروته لشخص عزيز عليه. لمين؟ للآنسة سامية حسان عبد المجيد. سامية بنتي؟ ايوه، سامية بنتي. الله يرحمه، كان دايما يعطف على سامية. الثروة تقدر ب50,000 دينار كويتي، و3 عمارات في مصر واسكندرية. مش مهم الفلوس، هو كان أغلى من ده كله. افتكرنا حتى في موته. كل ده ليه انا؟ معقولة يا بابا؟ انا مش مصدقة ابدا. ايوه، حد كان يصدق انه يطلع كريم بالشكل ده؟ كان كريم معانا وهو عايش، وبعد ما مات الف رحمة تنزل عليه. لكن ما سابش حاجة لسهير. يا حرام. وهو في فرق بينك وبين سهير؟ اهو الخير هيعوم عليكم انتوا الاثنين. يعني سهير مش زعلانة؟ وازعل من ايه؟ اهلا ابي كمال. ازيك يا سامي؟ اسكت يا ابني، مش انا ورثت. ورثتي؟ والله حبة قد كده. قد كده بجد؟ لا قد كده. انكل جمال ساب لي كل ثروته. كل ثروته؟ مبروك. الف الف مبروك. بس عقبالك. مساء الخير يا عم. مساء الخير يا ابني. المرحوم كان راجل طيب قوي، الله يرحمه. كتر خيرك، اتفضل. سامية، خش شوفي الدرس بتاعك. النهارده كمان هذاكر بنت. اعملي لهم شاي يا سهير. حاضر. هو صحيح
المرحوم ليه كتب كل ثروته باسم سامية. هو احنا هنحاسب يا حسان؟ حد عارف اللي في ضميره؟ ما هو الخير هيعم علينا كلنا زي ما قلت. على رأيك الله يرحمه. ده غير بقى عربية آخر موديل اقعد فيها كده اهو. كل الحاجات دي سابها لك؟ انت مش مصدق ولا ايه؟ لا مصدق طبعا. امال يا اخ، ده انا بقيت اغنى واحدة في البلد. انت فاكرني شوية ولا ايه؟ ولا انت عشان استاذ وانا تلميذة؟ يعني من هنا ورايح عشان اكلمك لازم اقدم طلب على عرض حال دمغة. وعن طريق السكرتيرة من فضلك. على مهلك، استني لحد ما تبان عليك النعمة. بركاتك بركاتك بركاتك. الله يخرب عقلك. وانت كمان. عقبالك يا سهير. انا مش عايزة اورث. حد ما يحبش الورث؟ سهير طلبت ستر وبس. وحد يتستر من غير فلوس؟ بالفستان المكسي. الله الله، دي زعلت. هي كده ما تحبش الهزار. وانتي؟ بموت فيه. في ايه؟ في الهزار. يا قليل الادب. يا قليلة الادب. هتضرب؟ لا انا قدك. حسن، شفت اللي حصل؟ ايه؟ البت سامية مالها؟ ورثت. جمال كامل ساب لها كل ثروته. واشمعنى هي يعني؟ انا مش عرفني بقى. حاجة غريبة فعلا. ولا غريبة ولا حاجة. سامية كان دمها خفيف على قلب المرحوم، ودايما كانت تهزر معاه. لكن الحكاية دي هتسبب لهم مشكلة. سهير من نوع الحساس. انت غاوي تعقيد، كل حاجة تدقق فيها. اهو ده اللي حصل. ايه الجمال ده كله؟ وانا البرنسيسات. صحيح يا بابا. صدقيني انت احلى واحدة في الوجود. يا سهير، سهير. ايوه يا بابا. جهز لنا الفطور. يا لو ابوكي. وسامية ما تحضروش ليه؟ على راسها ريشة. عيب يا سهير، ده اختك. يلا يا سهير، وندهي الماما عشان مستعجلين. بسرعة يا حبيبتي. طب يلا بقى بشطارتك حضري السفرة. يلا يا حلو، يلا يا اختي. انا مش فاضية. انا بقيت من رجال الاعمال، مش كده يا بابا؟ طبعا يا روح قلبي، ورانا اشغال مهمة. يلا يا سهير بسرعة. هنا كمان من فضلك. وهنا. هما كام ده انا تعبت. خلاص يا ستي، مبروك. الله يبارك فيك. اتفضل. يعني كل حاجة دلوقتي بقت باسم سامية؟ طبعا. وانت استلمتها بصفتك الولي الشرعي عليه. اوعى يا بابا. ماما سامية، اتأخرتوا كده ليه؟ تعالي يا ماما تعالي. بقيت غنية يا ماما. باركيلي يا ماما. استلمت العقد وكل حاجة تمام. بص ألف مبروك يا بنتي. الحقيقة ما كناش هنخلص النهاردة، لكن الحمد لله. طب يلا بسرعة أحسن كمان وصلوا مستنيكي جوه في المكتب. بصي يا سهير، يا حلوة يا سهير، يا أمورة يا سهير، يا جميلة يا سهير. كمال، أرجوك تقابلني بكرة الساعة 5 في نفس المكان. أرجوك أتوسل إليك أن تحضر. اهلا سهير. عايزة أشوفك بكرة ضروري. ليه؟ علشان وحياتك ترجع ده الحسن وتقول له يقرا الملحوظات اللي انا كتبتها له. حاضر. وسلم لها عليه. حاضر. كنت هقول لك على الملاحظ بتاعتي. تعالي.
سامية سامية. ايه ده؟ الله. ايه اللي جابك؟ اوعى تقول لي صدفة. انت ذكية. لا انا سامية. لا ايه اللي جابك؟ جيت اريحك من المواصلات. معقول واحدة ورثة تركب اتوبيس؟ وانت عارفة الاتوبيسات بقى. اركبي. فعلا فعلا. اول ما توصل الفلوس هشتري عربية كبيرة قوي قد كده. خلاص وانا اشتغلك سواق. لا انا عايزة اتعلم السواقة. اعلمك. والنبي. قربي قربي. امسك الدركسيون. هوبا. واقف لوحدك ليه يا جميل؟ نحن هنا. على فين يا حلو؟ زعلان من ايه؟ ما تروق بقى. الشقة في الزمالك. بحبك. كذاب. ليه؟ مش عارف، لكن حاسة انك بتكذب عليا. انا؟ انت؟ لو تعرفي انا بحبك قد ايه ما كنتيش قلت الكلام ده. مش عارفة اصدقك ولا لا. انا مستعد اخليك تصدقيني. ازاي؟ اخطبك. حد يفرمل كده؟ ها؟ عيب. اتعلموا السواقة بقى. بلاش كده عيب. طب اقول لك ايه؟ رايح فين دلوقتي؟ مش هقول. لا قول. عايزاني اه لا عند واحد صاحبي. سهير، دي الساعة اللي قلتي هتغيبيها عند ساعة يا ماما. ازيك يا أمورة؟ الحقوني هموت من الجوع. ما سامية راجعة متأخرة اهي. ولا بس سهير اللي كل حركة محسوبة عليها؟ بنت، انت بتردي عليها كده ليه؟ هي سامية بنتكم وانا بنت الدادة؟ ما انا بنتكم برضه. سهير، ايه قلة الادب دي؟ ما هو يا بابا. اخلصي. طب انا مش هسكت. انت عارف سامية كانت فين؟ كنت فين يعني؟ اتكلمي، قولي. كانت مع كمال. انا شفتها بعناية وهي نازلة من عربيته. صحيح الكلام ده يا سامية؟ ايوه صحيح يا بابا. صدقته؟ كنت معاه بتعملي ايه؟ كان بيوصلني. ومن امتى كمال كان بيوصلك؟ اتكلمي يا سامية. انا هقول لك يا بابا. كمال كان جاي يسألني في حاجة. حاجة ايه؟ حاجة ايه؟ انت يا بنت. كان جاي ياخد رأيي عشان يخطبني منكم. مستحيل. مش معقول. مش معقول ليه؟ اذا كنتوا مش مصدقيني هو راح يجيب قرايبه عشان يتكلموا معاكم. طب امشي على اوضتي. كرامتي. وين؟ شكر. هم اخوات شو يا استاذ حسان؟ طبعا. امال مش شبه بعض ليه؟ اذا كان قصدك تمدح في عروسة ابن اخوك، سهير برضه حلو. مبروك يا حبيبي. وسهير برضه حلوة. امال كمان يختار.
عشان ايه؟ طبعا عشان فلوسها. ايوه، كمال كان بيحبني وخطب سامية عشان الفلوس. جمال كامل هو السبب، الفلوس هي السبب، هي السبب. عشان ايه كمان ابني واتجوز سامية؟ عشان ايه؟ الفلوس، الفلوس، الفلوس. عشان ايه جمال كامل ساب كل ثروته لسامية؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه سهير مش طالعة شبه سامية؟ عشان ايه سهير مش طالعة شبه سامية؟ خلي بالك من سهير وسرية. انا ماليش حد غيرك في الكويت. وانا عاوز توصية. انت مسافر امتى ان شاء الله؟ بكرة. يعني خلص مسألة الإعارة من الوزارة وارجع على طول. يعني بالكتير 15 يوم. بالسلامة ان شاء الله. سهير وسرية دول في عينيا الاتنين. لا 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 لا. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. وايه اللي فكرك بالحكاية دي؟ ابدا، افتكرت ايام الكويت. والله كانت ايام حلوة. طب وليه كنت بتسافر وتسيبني انا وماما؟ يا دي مرة واحدة بس. اضطريت انزل مصر وسبت لكم مع عم الجمال. فيها حاجة دي؟ سهير، يا سهير، سهير.
كفايه كده. ياه تعبت. جمال خلي الراجل يصورنا. حاضر. يلا. اسمع صورنا. تعالي يا كتكوت. اتفضلوا. بص على الصورة. اضحك. 1 2. كمان صورة. اثبت. 1 2. ايه اللي خلاكي تطلعي الصور دي؟ اصل انا وبابا كنا بنتكلم الصبح عن ايام الكويت، قلت اطلعهم اتفرج عليهم. كانت ايام. الله يرحمك يا جمال يا كامل. هو انكل جمال ما اتجوزش ليه يا ماما؟ نصيبه. كان في الاول عايش لامه وابوه، وبعد ما ماتوا ما تعرفيش ايه اللي سد نفسه عن الجواز. كان كل همه الشغل وبس. خسارة. كانت تتمنى اي بنت. يعني لو كانت تقدم لك كنت اتجوزتيه، وكنت هودي ابوكي فين؟ يعني قبل ما تتجوزي بابا. والنبي انا مش فاضيه للاسئله بتاعتك دي. خدي لمي الصور وانزلي جيبي الخضار. صباح الخير يا انس سهير. صباح النور. يا ده انت سرحانه قوي. لا ولا حاجه. بقول ايه، انت خلاص بطلت قرايه ولا ايه؟ اصلي مشغوله شويه. عن اذنك. اه والله يا عمي ده اللي حصل. عن اذنكم. اتفضل. عن اذنك يا بابا. باي باي يا ماما. مع باي باي. السلامه يا حبيبتي. يلا يا سامي. سهير انتي لسه صاحيه؟ ها؟ ايه مالك؟ ولا حاجه. هتخبي عليا؟ انا عارفه كل حاجه. انتي بتقولي ايه؟ على كل حال اللي بتفكري فيه مش عيب ساميه، ولا يهمك. هو انتي اول واحده تحب؟ ارجوكي اسكتي. انتي فاكراني عبيطه؟ ساميه 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 ساميه. ايه هو احنا مش اخوات؟ احكي فضفضي. هو شكله ايه؟ طويل؟ قصير؟ تخين؟ رفيع؟ بشنب؟ اوعى يكون اعرف. انت جايه دلوقتي عشان تقولي لي الكلام الفارغ ده؟ ايه هو الحب كلام فارغ؟ طب يكون في معلومك بقى انا واقعه في شويه كلام فارغ. ايه رايك في كمال؟ كمال ماله؟ اعترف لي بحبه، قال لي بحبك. بحبك بحبك وانا بحبك. انتي مجرمة مجرمة. الله سهير جرالك ايه؟ انا شفت كل حاجة بعناية. الله حكم. طب وانتي مالك؟ اهلا جمال. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا مش عارف اشكرك ازاي. يا راجل ما تقولش كده، ده احنا اخوات وسرية بنت عمي. الحقيقة الواحد يتكل عليك في كل حاجة. حتى في المسائل دي؟ طبعا ده هو قدها وقدود. المهم هنسمي المولودة ايه؟ الله، هو انت لسه ما سميتهاش؟ دي بنتك، سميها بقى انت الاسم اللي يعجبك. نسميها سامية. اهلا وسهلا. ماما انا عايزه اخد دي. بس
مش معقول. اهلا 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 استاذ، أهلاً. اتفضلوا. اهلا اهلا، انت يا حلوه، انت حلوه حلوه. اوبا اوبا، طبعا دي بنتي. طبعا بنتك، ولا ليها فيها حاجة؟ ازود حاجه بقى بسرعه لو سمحت، انا النهارده الدنيا مش سايعاني. شوف بقى يا سيدي، العجب دي يا حلوه. احنا جايين ناخدك على الغدا ومش هنسيبك ابدا. انا حضرت كل حاجة. شوف، مش معقول كده يا جماعه، ارتاحوا شويه. مستنيينك في البيت. ما تغيبش. طب انا هخلص شغلي وهلحقكم على طول. يلا بقى تعال. الله. ايوه يا داوود، ايوه حالا هفضلك حالا. هنسبقك احنا على بره. باي 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 باي. حاجة ولا يعني عشان خاطر جمال كامل؟ جمال كامل، ايوه، كتب ثروته لسامية ليه؟ انت عايزة تقولي ايه؟ وليه كان بيعملها احسن مني؟ ليه؟ احسن منك؟ وليه كان بيروح معاك البحر؟ لا، ده انت اكيد جرى لعقلك حاجة. انا عارفة ليه. اقولك تقولي ايه يا مجنونة؟ عشان سامية تبقى بنته. انا ما كنتش صغيرة، هي دي الحقيقة. بابا، تعمل ايه مع جمال كامل وانت غايب؟ ستة، انا مش عايزة اقعد هنا. ياخدك ويروح فين؟ خلاص يا طنط، حصل خير. هو فين الخير ده؟ ربيتها 20 سنة وزيادة. روحي شوفي ابوكي خلفك من مين؟ انت مش من لحمي ودمي. ايه الكلام ده يا ماما؟ هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، صدقوني. هدي نفسك يا طنط، اتفضلي استريحي دلوقتي. كفايه بقى يا سامي. هي ليه عملت ده كله يا كمال؟ ليه؟ عشان انا ورثته هي لا. بابا،
سهير، مش عارفة اقولك ايه. عايزة تقولي ايه؟ حبيبتي احنا اخوات، ليه بتعملي كده؟ يا ريتنا ما كنا اخوات. انت كده بتكرهيني. انا ما بكرهكيش، بكره نفسي، بكره الدنيا اللي خلتني ابقى كده. انت زعلانة مني؟ حقك عليا. انا ايه تو ما افتكرتي؟ قصدك ايه؟ انتي مش خدتي كل اللي نفسك فيه، ناقصك ايه تاني؟ انت فاهمة غلط، انا عمري ما خدت منك حاجة. خدتي بابا، خدتي كمال اللي عمره ما فكر في حد غيري. دلوقتي بقيتي انت كل حاجة له. كمال طول عمره بيحبني انا. انت كدابة كدابة، كلكم بتكرهوني. ابعدوا عني. انت جاية عايزة مني ايه؟ عايزة مني ايه؟ عايزة اقولك انك غلطانة، واحنا كلنا بنحبك. بتحبوني؟ سهير، اضحكي يا سهير، اضحكي، لازم تضحكي. الناس تحب تشوف اللي بيضحك، ومحدش عارف القلب جواه ايه. انا هسيبك، فكري كويس، واكيد هتشعري انك غلطانة بحق ماما وبابا، وحقي انا كمان. ايه اللي حصل؟ مالها؟ البنت هربت. طب خليك انت ما تقلقش يا عم. اهدى يا عم. هاتولي بنت. قلت فعلا. استأذن انا. اتفضل يا ابني. بنتي. شقة الأستاذ حسان من فضلك. أنت عاوز الأستاذ حسان؟ ايوه يا استاذ امين، محامي عايزه ضروري. طيب أنا جاي معاك، تعال. اتفضل. تعال. أرجوك تفتح الطرد. يا استاذ ما اقدرش اتصرف في حاجه من غير اذن الوصي. أنا خايف لو هو فتح الطرد يمكن يلاقي حاجة تكشف العلاقة اللي بين المرحوم ومراته. هي دلوقتي حالتها كويسة الحمد لله، ما قعدتش كتير في المية، انقذوها قبل ما تغرق. متشكر. سهير. استاذ حسن، الحمد لله على سلامتك يا سهير. ده انت دوختين عليك من امبارح. ايه اللي عملتيه ده؟ انا عايزة اموت. جبتوني هنا ليه؟ ها، ارتحت دلوقتي؟ كل الروشتات بتثبت ان المرحوم جمال ما كانش يقدر يتجوز. الحمد لله، ربنا ظهر الحقيقة. صدقت يا عمي؟ ها؟ لازم سهير افتحي لها الباب بسرعه. لقيت سهير؟
سامحيني يا ماما. مسامحك يا بنتي. سامية، يا حبيبتي يا سهير، سامحيني يا سامية. انا اللي اسفه، وما يهمنيش الجواز دلوقتي. نعم. لا انا احتاج. خلاص بقى ما دام احتاج. ربنا يسعدك. عن اذنكم. السلام عليكم. سامية، انا هبتدي معاكي حاجه جديده واوعدك اني اكون انسان تاني. انا متاكده من كده.